بسبب نابلة كل يوم في نقص الزيت في المواتير الجي دي اي، وما ادراك ما موضوع الجي دي اي، لان الجي دي اي كشف زيوت كتير جدا في مصر ان هي سيئه وسيئه للغايه. عربيتك بتاكل زيت؟ تعالى مع بعض افهمك الدنيا ماشيه ازاي وازاي تحدد مشكله عربيتك، وخصوصا ممكن تكون مشكله زيت في الاساس. اول حاجه بنعملها اول ما بيكون الشكوى نقص الزيت ان احنا بنرفع كبس الموتور وبنعرف كبس السلندر كام، ولازم شرط اساسي ان العربيه تكون سخنه. فتعالى كده مع بعض ونقيس الكبس. كبس المكنه هنا كام؟ 13 وشويه. بس كبس المكنه هنا 13 برضه وشويه. كبس المكنه هنا بالظبط برضه 13 وشويه. بس نفس القرايه اللي فاتت واللي فاتت واللي فاتت، لازم يكون نفس السلندرات كلها عادين مع بعض بالظبط، مفيش واحد منهم واقع او ازيد. طيب كده كبس الشمبر تمام. وتعالى بقى نبص على غرف الصمام. بص كده، اللي انت شايفه قدامك ده بسبب بخرة الزيت الزياده قوي اللي بتعمل كربون زياده جدا. طبعا العربيه دي لو فيها جلد صمام هتلاقي جلد الصمام من هنا مسيل زيت جامد، ولكن اللي انا شايفه هنا قدامي تراكم كربون ناتج عن بخره، مش عن ان الاول سي، لان البوينت اللي انا هشاور لك عليه ده بيكون فيه جلد الصمام، ولو جلد الصمام هنا بيبقى فيه مشكله تمام، للاسف دي بتبقى مسيله زيت بطريقه قويه جدا. اذا انا عندي كبس الشمبر سليم وعندي جلد الصمام في الاربع غرف تمام، ما فيهوش مشكله. تفتكر بقى بلف التبخير اللي فيه مشكله؟ تعالى بقول لك جملتين على جنب، عشان في ناس بتقول لك في بعض الفيديوهات ان العربيات الهيونداي وكيا لو بلف التبخير ده فيه مشكله هتاكل زيت. لا، عايز اقول لك من عمري كله في هيونداي وكيا انا ما قابلتش بلف التبخير ده فيه مشكله او بيبوظ، لان هو الجزء كله بيبقى معدن تمام، وحتى لو في بعض الاوساخ او الترسبات اللي بتبقى موجوده جوه فبيتنضف وبيبقى كويس ومفيش اي مشكله. بس ده لو قفل عندي او حصل فيه مشكله، اول بند عندي ان العربيه تضرب اصلا جوانات. تلاقي الجوان ده وده كده كله مسرب، وتلاقي الجوان ده كده مسرب، وتلاقي انت فاهمني في ضغط زياده بيحصل في دايره الزيت جوه، فللاسف بتعمل لي مشكله. ملحوظه بقى على جنب، هي فيها بلفين، فيها البلف ده تمام، وده مش بيبقى 6 بلف زي ده عشان داخل على المانيفولد بتاع العربيه، وده بيطلع الكبس زياده. يعني من المستحيل ان ده يتسبب في ان العربيه